لأننا قبل سنوات قليلة الجزائري باه ياكل تفاحة كيما هذه لازم يستوردها من جبال الألب الأوروبية ومن فرنسا. اليوم انتوما خليتوا المواطن الجزائري أنه ياكل التفاح ليس فقط الجميل في شكله لكن اللذيذ في طعمه، خليتوه ياكلوا هنا من جبال الأوراس، بدلتوا لنا جبال الألب بجبال الأوراس، فتحية أخرى لجبال الأوراس. أو باش تعرف يا سي محمد، باش تعرف الجزائر هذه تفاحة، رد بالك تحسبهاش مع حاجة أخرى، رد بالك هذه تفاحة، بالكش تدير في بالك تقول باللي مالكش راهي حبة تاع خوخ ولا بانان، لا لا والله والو تفاحة. هي وش بيها التفاحة؟ هذه التفاحة هذه بفضل السياسة الحكيمة لفخامة الرئيس، بفضل الجزائر الجديدة المنتصرة، هذه التفاحة جابت لنا الكرامة، كرامة والشرف والنخوة والرجولة الفحولية بفضل هذه التفاحة اللي هي تفاحة تاع باتنا. كون مش تفاح تاع باتنا ما عندناش كرامة، رد بالك. بالك اشتغلتك الدنيا، رد بالك يعني تلعب بك الشيطان تقول بلي عندنا كرامة، ما عندنا لا كرامة لا شرف ولا نخوة. لو كان مشي التفاح تاع باتنا هذا راك تشوف فيه هو في الجزائر الجديدة، لأنه في الجزائر القديمة ما عندناش تفاح، كنا نستوردوه، ما عندناش كرامة، ما عندناش شرف، ما كناش رجال. في الجزائر القديمة ما كناش رجال وكنا ما نسواوش بصرة، لأنه ما عندناش تفاح، لأنه الكرامة والشرف والرجولة مرتبطة بالتفاح. عندك تفاح راك راجل، ما عندكش تفاح ماكش راجل.